السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في قناتي جود بالمولود مع يوسف أحمد. يا جماعة الأكل مش كل حاجة، ويعني رمضان مش للأكل، لا، رمضان للعبادة وقراية القرآن والصلاة والتهجد وقيام الليل وصلاة الفجر اللي هي بنضيعها طول السنة. تعالوا هنشوف النهاردة فطرنا ايه. البساطة، يعني الحاجة البسيطة موجودة عندنا احنا بيوت البساطة الحمد لله والرضا. النهارده عملت فطار. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل فطار، يعني هنزل فيديوهات فطار، بس مش عارفه بقى هتنزل ترتيبها ايه عشان النت. تمام. فطار النهارده، ده فطار النهارده والحمد لله ربنا يديمها نعمه. هنا عملت نوعين بطاطس، بطاطس متحمره كده ناعم اهو زي ما انتم شايفين، وبطاطس شيبسي. وكان عندي بصراحه قرنين شطه كده سخنين، رحت اديتهم تحميره مع ما عملت البطاطس عشان نتعشى بيهم. دول بالنسبه للبطاطس. الاكل او يعني الحاجه الثانيه اللي عملتها، عملت سلطه حطيت فيها خيار وجزر، لا اقصد خيار وشطه خضراء وبصل وطماطم. احنا بنحب البصل صراحه، بنعشق البصل خالص. وهنا عملنا مكرونه كده، مكرونه كده ني، حطينا لها طماطم وشطه خضراء وبصل وفص ثوم، ورحنا قلبناهم مع بعض هي والمكرونه بيضه ونزلناهم في الطاسه، وبعد كده حطينا عليهم ميه عشان يستووا، وواحده مرقه واحده. ودي بواقي الشاورما. في فيديو هينزل لكم ان شاء الله متصور فيه شاورما ورز عاملينه من كام يوم، هننزله لكم بس عشان متكلفع. دول شويه خضره، انا عيال بصراحه مش باكل الخضره على السلطه، فانا جاسمه هحط سلطه لنفسي، يعني هعمل لنفسي. وطبعا العيش وطبق المخلل، وهنجيب ان شاء الله برضو حته مش. ده فطار النهارده، فطارنا بسيط اهو. قولوا لي رايكم. تمام. فطار مطبخ جود بالموجود في ايام من ايام رمضان. ربنا يجعله يوم ايام علينا خير، علينا وعليكم. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك يا جماعه والشير. ربنا يحسننا ويحسنكم كده. ايه، رمضان كريم.